معجزة اسطنبول، أعظم ريمونتادا في التاريخ. في 25 مايو 2005 حدث ما لم يتخيل أحد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة ليفربول ضد ميلان. الدقيقة الأولى مالديني يسجل الهدف الأول وميلان يتقدم بوقت مبكر، وقبل نهاية الشوط الأول كريسبو يسجل هدفين وينتهي الشوط الأول ب3-0 لميلان، والجميع قال انتهت المباراة. لكن في الشوط الثاني بدأ الجنون كل الجنون. الدقيقة 54 جيرارد يقلص الفارق، وبعد دقيقتين سميتشر يسجل الثاني، وبعدها ب3 دقائق فقط ألونسو يعادل النتيجة من بلنتي من 3-0 إلى 3-3 في 6 دقائق تاريخية. المباراة تتجه للأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح، وهنا يظهر البطل الحقيقي. الحارس دوديك يتصدى لركلة حاسمة وشيفشينكو ينهار، وليفربول يصبح بطل أوروبا في ليلة من أعظم الليالي الكروية على الإطلاق. هذه معجزة اسطنبول. وفي الأخير إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل أول 1000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.